طبعا انت عارف اهم معلومه موجوده الغائبه عن كل جماهير القاره الافريقيه ان الزمالك هو نادي القرن الافريقي الحقيقي في مصر بالبطولات وليس بالارقام. يبقى الزمالك نادي القرن الايه؟ بالبطولات ومش بالارقام. نبدا بالصغير، ايه رايك في عبد الحميد معالي وانت كنت بتتكلم؟ احنا هنتكلم بمنتهى الصراحه، انت كنا بنتكلم مع بعض الحديث صحفي، قلت لي الولد جه مصر مش عارف يصرف. قول لي ما لديك، لان فعلا الزمالك بيعاني من ازمه. يمكن كان في مشاكل بينه وبين الاداره، اداره الزمالك بخصوص المستحقات الماديه ديالو، انه في وعود يعني ما استوفاوش الشروط. يعني هو كيمر بازمه، بيمر بازمه ماليه. يعني ازمه ماليه ونفسيه كذلك. ونفسيه دي مأثره على المستوى بتاعه. عليه يعني هو كان مرشح انه يكون في كأس العالم للشباب ما مشاش عشان ما بيلعبش، المستوى ديالو ما لعبش. نتكلم على لاعب كان مفاجأة بالنسبة لنا، محمود بنتايج. لاعب مميز صراحة. يعني ظهير ايسر عصري. صلاح الدين مصطفى وهو مدافع كبير صراحة. كان مطلب الأندية كبيرة في المغرب، خصوصا الرجاء والوداد. هو حتى هو اصر على انه يجي الزمالك ياخذ التجربه ديالو في الدوري المصري. الصحفي المغربي بموقع بطولات حمزه مصباح. طبعا لما بنتكلم عن صحافه رياضيه في المغرب لازم نتكلم على موقع بطولات اللي فرض نفسه. لكن النهارده احنا بنتكلم، طبعا ببارك له تاهل المنتخب المغربي للشباب لنهائي كاس العالم في تشيلي، وباذن الله المنتخب المغربي يقدر يعمل وبصراحه يحقق الانجاز. وبصراحه انتوا في المغرب في كره القدم، يعني بكل صراحه احنا مصر كان ليها الرياده في كره القدم، لكن دلوقتي المغرب بتعتلي القمه. تنظيم، تاسيس، منتخب اول قوي، مشرف في كاس العالم، منتخبات ناشئين، مصدرين للمواهب في كبرى الانديه، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، في افريقيا مصدرين للمواهب. حتى هنا في مصر بنتكلم في بيراميدز محمد الشيبي، وبنتكلم في الاهلي اشرف بن شرقي، والمدافع اللي هو المصاب دايما اسمه اشرف داري. لكن انا اللي يهمني الزمالك في 3 مواهب. بنتكلم على محمود بنتايج، افضل ظهير ايسر في القاره السمراء كلها على المستوى الداخلي، مش بتكلم على المستوى الخارجي يعني. بنتكلم على صلاح الدين مصدق جاي من الدوري المغربي، اثبت نفسه. وبنتكلم على عبد الحميد معالي. هو عبد الحميد معالي ولا معلي؟ بتنطق ازاي؟ معالي على طول يعني. طيب نبدا بالصغير، ايه رايك في عبد الحميد معالي وانت كنت بتتكلم؟ احنا هنتكلم بمنتهى الصراحه، انت كنا بنتكلم مع بعض الحديث صحفي، قلت لي الولد جه مصر مش عارف يصرف. قول لي ما لديك، لان فعلا الزمالك بيعاني من ازمه. بخصوص عبد العالي معالي، هو موهبه كرويه مزيانه. خلال التجربه ديالو مع اتحاد طنجه فجل الزمالك، القدوم ديالو للزمالك كانت طفره يعني بالنسبه للاعب، وهو كان مصر على انه يجي الزمالك. يمكن كان في مشاكل بينه وبين الاداره، اداره الزمالك بخصوص المستحقات الماديه ديالو، انه في وعود يعني ما استوفاوش الشروط. يعني هو كيمر بازمه، بيمر بازمه ماليه. يعني ازمه ماليه ونفسيه كذلك. ونفسيه دي مأثره على المستوى بتاعه. عليه يعني هو كان مرشح انه يكون في كأس العالم للشباب ما مشاش عشان ما بيلعبش، المستوى ديالو ما لعبش. كنظن ان المشكل دابا عند فريق الزمالك او الاداره ديال نادي الزمالك، مفروض على انها تحل المشكل مع اللاعب، خصوصا كتعرف ان لاعب اجنبي ويلعب في بلد مش بلده، يعني خاص توفر له جميع الظروف الراحه باش انه يكون مزبوط، يعطيك 100% ولا يعطيك مزبوط. يعني لما هذا ما كان، يعني انت بتاكد لي ان هو موهبه في المغرب، لكن طبيعي لان ازمه المستحقات بتاثر على نفسيه اللاعب، بتاثر، وخصوصا ان هو كمان لاعب صغير في السن، وكمان عدم مشاركته مع الزمالك عليه سلبيا بالظبط، ابعده كمان عن كاس العالم اللي موجود دلوقتي في تشيلي. طيب ده عبد الحميد معالي، وانا باكد لك ان نادي الزمالك نادي كبير بيمر بازمه كبيره جدا تتعلق بسحب الارض. ان شاء الله في القريب العاجل انا باكد لك ان الازمه الماليه هتتحل بشكل كلي وجذري يا رب ان شاء الله. نتكلم على لاعب
كان مفاجاه بالنسبه لنا. محمود محمود بنتايج بنتايج. جاي من سانت تيان في فرنسا. محمود بنتايج كان في سانت تيان في فرنسا. داز تجربه في الدوري الفرنسي قبل من الدوري الفرنسي رجاء. كان في الرجاء الرياضي. اوكي. دار موسم كبير خصوصا انه لعب موسم واحد في فريق الرجاء قبل انه كان في الدوري الثاني في القسم الثاني المغربي في اتحاد البيضاوي. لاعب مميز صراحه يعني ظهير ايسر عصري كيتميز موهبه كبيره. كنظن انه العام اللي فات انه في الزمالك قدم مستوى كبير، رائع. قدم موسم كبير كيشفع عليه على انه يكون من ابرز المدافعين اللي يكونوا في القاره. يستحق انه ينضم للمنتخب الاول المغربي. شوف المنتخب المغربي حاليا زعما بغض النظر على المواهب اللي كتبرز في الدوري المغربي ولا الدوري المحلي، لكن كيف ما كنقولوا حنايا المنتخب المغربي مطلع على بار يعني المستوى ديالو كيف كتشوفوا المستوى ديال اللاعبين ولا المستوى ديال يعني المنتوج ديال اللاعبين ديالنا تصنيف يعني خصوصا أوروبا ديما كتكون الامتياز على اللاعب اللي كيلعب في الدوريات الاوروبيه ولا الدوريات العالميه. ما نقولوا انه حظ يعني انه ما يكونش متواجد في عكس المنتخب المصري كيف ما كنشوفوا لاعبين محليين كتير في المنتخب المصري عكس انه ما كاينينش محترفين في الدوريات الاوروبيه كيخولوا اللاعبين المحليين على انهم ينضموا للمنتخب المصري عكس المنتخب المغربي. ايوه فاهم، معظمه كله محترف. طيب صلاح الدين مصدق وهو مدافع كبير صراحه. كان مطلب الانديه كبيره في المغرب خصوصا الرجاء والوداد. هو حتى هو اصر على انه يجي الزمالك ياخذ التجربه ديالو في الدوري المصري. كانت زعما صراحه اختيار ممتاز. كنشوف فيه انه غيقدم مستويات كبيره غيعطي الاضافه ومحتاج فرصه اكتر من كده نادي الزمالك ان شاء الله. انا عايز احكي لك موقف عن صلاح الدين مصدق. الزمالك زي ما انت عارف بيمر بازمه ماليه واللاعيبه خدت وعود كتير ومستحمله بصراحه، لكن هو اللعيب او من اللعيبه القليلين جدا في اجانب الزمالك اللي هو رفض ان هو يشتكي نادي الزمالك واتكلم كمان مع الاجانب ان احنا نستحمل في تصرف فعلا راقي منه ومحترم، ورفض جاله عرض من الوداد في الميركاتو الاخير ورفض انه يمشي لانه اتعلق بالجمهور. فدايما اللعيب المغربي اللي بيجي الدوري المصري وخصوصا الزمالك انا بشوف منه احترام وبشوف منه ادب واخلاق. اللاعب المحترف حاليا ما مفروضش عليه انه يستحمل الفريق ولا انه ما ياخذش المستحقات الماديه، خصوصا انه اللاعب يعني لاعب يعني عنده التزامات ماديه، عنده التزامات اجتماعيه. هو ما مفروضش عليه انه يصبر على الفريق كيف كنقولوا، ولكن هو موقف نبيل اكيد طبعا صراحه اكيد طبعا خصوصا انه اجنبي يعني ماشي ابن الفريق يعني مش ابن البلد مش ابن المدرب. يعني لو كان ابن الفريق يعني مفروض عليه انه يستحمل الازمه وحتى تمر، ولكن لاعب اجنبي انا كنشوف ما مفروضش عليه. يعني الا جبتي لاعب فريق انه خصو يكون واخد المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه ديال استقطاب لاعب من اي دوري، خصوصا لو مفروض عليه انه يوفر له جميع الظروف سواء الماديه او صحيح اي حاجه. طبعا انا بشكرك صديقي العزيز، وطبعا انت عارف اهم معلومه موجوده الغائبه عن كل جماهير القاره الافريقيه ان الزمالك هو نادي القرن الافريقي الحقيقي في مصر بالبطولات وليس بالارقام. يبقى الزمالك نادي القرن الايه؟ بالبطولات ومش بالارقام. سلام.